اهلا ومرحبا بكم. هنتكلم النهارده على الاسطوره سيد زكريا اللي قهر الكوماندوز اليهود واللي كرمه قاتله، وهنعرف هو ازاي قهرهم وايه هو الخطاب اللي بعته لاخوه وبيتكلم بيقول فيه ايه، وهنستعرض قصته وهتلاقيها قصة شيقة جدا وجميلة جدا. تابعوني عشان تعرفوا بقية القصة. هذا البطل من الأبطال الذين سطروا بطولاتهم بحروف من نور، وبطولاتهم لم يكشف عنها إلا بعد مرور سنوات طويلة. إنه البطل سيد زكريا أسد سيناء، قاهر الكوماندوز، الذي كرمه قاتله والذي كرمه الله فجعله في منزلة الشهداء. ابن مصر، فقير الأبوين، عزيز النفس، أغنى الأغنياء، الذي حاصرته كتيبة إسرائيلية من الكوماندوز في ليل رمضان حتى تتمكن من قتله. الفتى المجهول الذي لم يعلم بقصته أحد إلا بعد 23 سنة من رحيله. الجسور المصري الشجاع الذي كبد الأعداء الصهاينة خسائر قدرت ب3 دبابات وتمكن من قتل 23 جندي إسرائيلي، وكان يرى بنور الله في جنح الظلام. أسد سيناء ابن 23 سنة الذي حارب صائما تحت أشعة الشمس الحارقة في جوف الصحراء والرمال المتقدة. تاج رأس الرجولة، الابن البار لأمة مصر الذي ظل صامدا شامخا في ساحة القتال، لم يتقهقر خوفا ولم يتقدم بالاستسلام حتى لقى ربه. أجبر قاتله الصهيوني على احترامه ودفنه وأطلق له 21 طلقة في الهواء إجلالا وتعظيما له ولشجاعته. إنه ابن مصر العزيزة، إنه سيد زكريا خليل، وقد ترك رسالة لأخيه جاء فيها: أخي العزيز أحمد زكريا خليل، تحية طيبة وبعد. إنني أكتب هذه الرسالة وأنا في ظروف غير عادية، أما إذا أصبحت شهيدا فلا تحزنوا علي أبدا، لأني سأكون في منزلة عند الله لا يصل إليها إلا الأنبياء. وقال الله في كتابه الكريم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. وهذا مرادي من الله عز وجل، وهذا ما أتمناه طوال حياتي. ملحوظة: احتفظوا بهذه الرسالة فقد تكون الأخيرة مني والله أعلم. ومن هذه الرسالة يتبين لنا أن الوطنية الخالصة في البطل سيد زكريا وتوكلها على الله وعدم خوفه من الموت، وهذه من سمات شخصيته التي جعلته في زمرة الأبطال التي خلد التاريخ أسماءهم والذين يستحقوا التكريم. نبدأ بها القصة ونروي قصته. فعندما اندلعت حرب 6 أكتوبر 1973 كان البطل برتبة عريس مجند، وأثناء المعركة صدر أوامر إلى مجموعته بصعود جبل الجلالة لاكتشاف القوات الإسرائيلية. وفجأة استشهد أحد الأبطال الأشاوس، ثم أصدر النقيب صفي الدين غازي تعليماته للأبطال بالاختفاء خلف إحدى السبات والدفاع الدائري. وفجأة ظهر 2 من بدو سيناء وأخبروا الأبطال الأشاوس الشجعان الذين لديهم جراءة كبيرة في القتال بوجود نقطة إسرائيلية بالقرب منهم، ثم انصرفوا. وبعد قليل ظهرت 50 دبابة إسرائيلية تحميهم طائرتين هليكوبتر. لم تكتشف الدبابات هؤلاء الأبطال، وعندما جن الليل واشتد ظلامه ظهر البدويان مرة أخرى وأخبر الأبطال بأن الإسرائيليين قد أغلقوا كل الطرق. ومع هذا تمكن الأبطال من التسلل إلى منطقة المهمة واختفوا خلف أحد التلال، وتسلل الأبطال ومن ضمنهم سيد زكريا خليل وأحمد الدكار وعبد العاطي ومحمد بكير إلى بئر ماء قريب منهم لكي يحصلوا على ماء للشرب، نظرا لنفاد مياه الشرب التي كانت معهم. ففوجئوا بوجود 7 دبابات إسرائيلية، فأبلغوا قائدهم بتلك الدبابات وأصدر الأوامر بالتعامل معها قبل بزوغ ضوء الشمس. ولما وصل الأبطال إلى البئر فوجئوا بأن الدبابات قد رحلت بعد ردم بئر الماء، وفي طريق عودتهم إلى نقطة التمركز وجدوا 3 دبابات إسرائيلية، فتعاملوا معها وتمكنوا من قتل 12 إسرائيلي. ثم ظهرت 4 طائرات هليكوبتر تقوم بالبحث عن الأبطال أسود الصحراء. ثم قامت أحد الطائرات بأمر مجموعة من الجنود الإسرائيليين لأجل تطويق المنطقة، ومن هنا أطلق البطل الصنديد الشجاع
حسن السداوي قذيفة فتم تدمير طائرة من هذه الطائرات، واستمر القتال واستشهد كل زملاء البطل المغوار سيد زكريا، وظل بمفرده يقاتل بكل بسالة وشجاعة، ولم يتسلل إلى نفسه اليأس والهزيمة والانكسار، فظل يقاتل حتى نفدت ذخيرته وأخذ أسلحة زملائه ليقاتل بها ويقوم بالضرب على القوات الإسرائيلية وينتقل من مكان إلى آخر. فاعتقدت القوات الإسرائيلية بوجود قوة مصرية كبيرة نظرا لتعدد الضرب وشدة وبسالة القتال من أماكن مختلفة، ولذلك الجنود الإسرائيليين قاموا بطلب الدعم من قوة إسرائيلية أخرى، وهي كتيبة كوماندو الصاعقة مكونة من 100 جندي وطائرة هليكوبتر، واستشهد جميع زملائه الأبطال الذين معه. وظل البطل المغوار يقاتل وحيدا حتى تسلل أحد الجنود الإسرائيليين خلف البطل وأطلق على ظهره الرصاص، فسقط شهيدا بسبب هذه الحركة الغادرة الخبيثة. وراح بطلنا الشهيد وبسمته على الفم وهو قابض على سلاحه بشماله ويمينه على شكل قبضة، فتعجب الجندي الإسرائيلي وفتح قبضته في يده اليمنى فوجده ممسكا بتراب الوطن الغالي مصر، فاندهش الجندي الإسرائيلي وأخذ كل متعلقات البطل واحتفظ بها وقام بدفنه، وأطلق في الهواء 21 طلقة كتحية عسكرية تقام لكبار العسكريين. وبعد مرور أعوام من الاحتفالات وأصبح هذا الجندي الإسرائيلي رجل أعمال كبير في ألمانيا، شعر هذا الجندي الإسرائيلي المنصف بالتقصير في حق هذا البطل، فقرر أن يروي قصته في عام 1996 بعد مرور 23 سنة على انتصار أكتوبر 1973. فقرر أن يحضر احتفال مصر بعيدها القومي لتحرير سيناء، وتوجه لسفير مصر وقدم له نفسه وأخبره إنه محارب إسرائيلي في حرب 1973، وأخرج من حقيبته سترة قديمة للمجند سيد زكريا وخطاب لم يسعفه القدر أن يوصله لأهله، وطلب منه تكريم ذكراه. وعندما علمت الوسائل الإعلامية العربية والأوروبية بحكاية ابن الصعيد المصري أطلقوا عليه أسد سيناء، ومنحه الرئيس محمد حسني مبارك نوط الشجاعة من الدرجة الأولى ووسام نجم السيناء، وهو أعلى وسام عسكري بالقوات المسلحة لمن يؤدي أعمالا خارقة في القتال المباشر مع الأعداء على مسرح الحرب. كما أطلق اسمه على أحد شوارع في مصر الجديدة، وأدرج الجهاز القومي للتنسيق الحضاري اسمه سيد زكريا في مشروع حكاية شارع، حيث وضعت لافتة بتعرف المرة المزيد عن اسم الشهيد سيد زكريا خليل، واتعمل من قصته فيلم اسمه أسد سيناء 1973 من تأليف عادل عبد العال وإخراج حسن السيد، والأبطال عمرو رمزي ورامي وحيد وحسن عياد ونهى إسماعيل.